لسه بتتلخبط في ادوات النكره في اللغه الايطاليه؟ يلا بينا نحل اللغز مع بعض. كل اللي عليك انك تسمع الفيديو ده للاخر، ولو ما عملتش اشتراك شرفني بعمل اشتراك في القناه. واهلا بيك في قناه ايطاليانو فاتشو. انا بروم، واهلا بيك في حلقه النهارده هنتكلم مع بعض يا شباب عن ادوات النكره. طب ايه هي اصلا ادوات النكره؟ ادوات النكره هي الادوات اللي بنحطها قبل الاسم اللي النكره، يعني مثلا ولد، بنت، كتاب، عربية. أنا هنا محددتش أنهي ولد، أنهي بنت، أنهي كتاب، أنهي عربية. حاجة نكرة وبس كده. هي دي أدوات النكرة ببساطة، زي في العربي كده لما بنشيل الألف واللام اللي هي أداة التعريف. وإحنا اتكلمنا في الدرس اللي فات عن أدوات التعريف، لو لسه مشفتوش لازم تسمع الحلقة دي، هتفيدك جدا وانت بتتعلم اللغة الإيطالية. يلا بينا ندخل على طول في أدوات النكرة. أدوات النكرة يا شباب عندنا أدوات للمفرد وأدوات للجمع، وعندنا أدوات للمذكر وأدوات للمؤنث. يلا بينا نبدأ في الدرس ونفسر كل حاجة واحدة واحدة ببساطة. كل اللي عليك إنك تركز معايا للآخر. هنبدأ مع بعض بأدوات النكرة للمفرد المذكر. عندنا أداتين للمفرد المذكر. أول أداة معانا هي أون. أون إمتى بتيجي يا شباب؟ بتيجي قبل أي كلمة بتبتدي بساكن أو متحرك. يعني أي كلمة بتبتدي بحرف ساكن أو حرف متحرك بتاخد أون. زي مثلا un libro. un libro يعني كتاب. un albero. un albero يعني شجرة. un aereo. un aereo يعني طيارة. un piatto. un piatto يعني طبق. وبس كده. احنا هنا عطينا 4 أمثلة: بياتو وليبرو بيبتدوا بساكن، ايريو والبرو بيبتدوا بمتحرك. يبقى بندي اون امتى؟ مع الكلمات اللي بتبتدي بساكن او متحرك. يلا بينا ندخل على الأداة التانية، هي اونو. امتى بندي اونو؟ في 6 حالات: لو الاسم بيبتدي باس زائد ساكن، او بيبتدي بجي ان، بي ان، بي اس، اكس، يبسلون، زيتا. زي ما هم ظاهرين قدامك كده على الشاشة، لازم تحفظهم. طب يلا بينا ناخد أمثلة. لو قلت لك مثلا uno straccio. uno straccio. uno straccio. straccio يعني فرطة أو حاجة كده اللي بننضف بيها. uno straccio هنا بتبتدي بإس ساكن وبعديها ساكن. uno straccio. ناخد مثال تاني مثلا uno psicologo. uno psicologo. psicologo يعني طبيب نفسي. طيب ناخد مثال تاني uno نيومو. uno نيومو يعني قزم. آخر مثال معانا هو uno يوجورت. uno يوجورت يعني زبادي. وبكده نكون شرحنا مع بعض أدوات النكرة للمفرد المذكر. يلا بينا نتعلم أدوات النكرة للمفرد المؤنث. برضو يا صديقي الجميل، أدوات النكرة للمفرد المؤنث أداتين. أول أداة معانا هي أون وعليها أبوستروفو. الأون عليها أبوستروفو بتيجي إمتى؟ بتيجي قبل أي كلمة بتبتدي بمتحرك علشان تسهل النطق. زي مثلا un infermiera. un infermiera. infermiera يعني ممرضة. un infermiera. أو un'insalata. un'insalata يعني سلطة بس عليها أبوستروفو. دي الأداة الأولى. الأداة التانية للمفرد المؤنث هي أونا. أونا بتيجي إمتى؟ أونا بتيجي قبل أي اسم مش بيبتدي بمتحرك. أي اسم مؤنث مش بيبتدي بمتحرك. أونا تاتسا. أونا تاتسا يعني فنجان. أونا ماكينة يعني عربية. أونا بن يعني قلم. يعني التاني اون عليها ابوستروفو بتيجي قبل اي اسم بيبتدي متحرك علشان تسهل النطق. زي اونا، un infermiera. un infermiera. un'insalata. un'insalata. اونا بتيجي امتى؟ بتيجي قبل الاسم، قبل اي اسم.
بيبتدي بساكن أو باقي الحروف، المهم ما يكونش متحرك. una macchina عربية أو سيارة. una tazza يعني فنجان. una penna يعني قلم. يلا بينا ناخد تدريبات. براتيكيامو، نعمل شوية تدريبات ونحلهم سوا دلوقتي. يلا بينا نبدأ. لو أنا قلت لك دلوقتي ماكينة، ماكينة هنديها أنهي أداة؟ فكر كده ثانية. ماكينة مؤنث بتبتدي بحرف ساكن، يبقى هتبقى una macchina. una macchina. برافو عليك. تاني كلمة معانا هي psicologo. psicologo. psicologo يعني طبيب نفسي، بتبتدي ببي اس وهي مذكر، إذا هتاخد uno. uno psicologo. uno psicologo طبيب نفسي. طيب مثال تاني. بنيوماتيكو. بنيوماتيكو يعني عجلة أو إطار السيارة. بنيوماتيكو. بنيوماتيكو كلمة مذكر بتبتدي ببي ان، يبقى هتبقى uno. برافو عليك. uno بنيوماتيكو. uno بنيوماتيكو يعني إطار أو عجلة. يوغرت. يوغرت. يوغرت يعني زبادي. يوغرت مذكر تبتدي بإبسلون، هتبقى una. una يوغرت. una يوغرت. مثال تاني مثلا نيومو. نيومو. نيومو يعني كذب مذكر، انها بتنتهي بالاو. اوكي، بتبتدي بجي ان. احنا قلنا لما تكون الكلمة بتبتدي بجي ان بتاخد una، يبقى هتبقى uno نيومو. uno نيومو. appuntamento. appuntamento. appuntamento يعني ميعاد. طيب appuntamento بتبتدي بحرف الآ، حرف متحرك، يبقى هتاخد ايه؟ هتاخد un، يبقى هتبقى un appuntamento. un appuntamento يعني ميعاد. وبس كده. أدوات النكرة يا شباب للجمع المذكر أداتين. أول أداة هي داي. داي. داي بتيجي إمتى؟ بتيجي قبل أي كلمة بتبتدي بساكن. قبل أي كلمة بتبتدي بساكن، زي مثلا داي تريني. داي ليبري. دي ليبري دي تريني يعني قطارات أو كتب. تاني أداة معانا هي ديلي. ديلي. ديلي بتيجي قبل أي كلمة بتبتدي بمتحرك، أي كلمة بتبتدي بإس زائد ساكن، جي إن، بي إن، بي إس، إكس، إبسلون، إتزيتا. زي مثلا أقول لك ديلي أميتشي. ديلي أميتشي يعني الأصحاب، أو ديلي ستودنتي. ديلي ستودنتي يعني الطلبة. ديلي دزايني. ديلي دزايني يعني الشنط. شنط. أصحاب. طلبة. وهكذا. يبقى عندنا أداتين للجمع المذكر، داي وديلي. داي بتيجي امتى؟ بتيجي قبل أي كلمة بتبتدي بساكن. ديلي بتيجي قبل أي كلمة بتبتدي بمتحرك، والست حالات التانيين اللي هما بي ان، جي ان، بي اس، اكس، إبسلون، زيتا. قلنا دي تريني يعني القطارات. دي ليبري يعني الكتب. ديلي أميتشي. ديلي أميتشي يعني أصحاب. ديلي ستودنتي يعني طلبة. ديلي، فكر كده معايا، زايني يعني شنط. يلا بينا ندخل على أدوات النكرة للجمع المؤنث. أسهل منه مفيش، هي أداة واحدة بنستخدمها في أي اسم نكرة
أي حاجة نكرة جمع مؤنث بنديها دل. زي مثلا هقول لك delle stanze يعني أوض. delle ore يعني ساعات. وبس كده يبقى عرفنا للجمع المذكر أدوات النكرة. للجمع المذكر أداتين دي وديلي. أداة النكرة للجمع المؤنث أداة واحدة اللي هي دل. وبس كده يا شباب، يلا بينا ناخد أمثلة أو يلا بينا نعمل زي مراجعة سريعة ونديك كده كام سؤال ونحلهم مع بعض على الجمع المذكر والمؤنث. مثلا هنقول بن يعني أقلام. أوكي، أقلام هنا جمع مؤنث هتبقى دل بن. تاني كلمة عنها هي إيزولة يعني جزر اللي هي جمع إيزولا يعني جزيرة. إيزولة يعني جزر هتاخد برضو مؤنث هتبقى دل إيزولة. طيب مثلا نقول فيستيتي يعني فساتين. بتنتهي بحرف الإي، فإذا هي هنا مذكر، فهتبقى هي هنا بتبتدي في حرف ساكن، فإذا هنقول دي فيستيتي. تليفوني هتاخد برضو دي. ليه؟ لأن هي جمع مذكر وبتبتدي بحرف التي حرف ساكن، فهتاخد دي فيستيتي. طب يلا بينا ناخد كم مثال تاني زي أميتشي هتاخد قلناها واحنا بنشرح هتبقى ديلي أميتشي. ليه؟ لأنها بتبتدي بمتحرك، هتبقى ديلي أميتشي. ناخد تاني معانا ستودنتي يعني طلبة. ستودنتي جمع مذكر بتبتدي بإس زائد ساكن، يبقى هتاخد ديلي. آخر كلمة معانا هي نيومي يعني أقزام. نيومي هتاخد هي بتبتدي بإيه؟ هي أولا جمع مذكر بتبتدي بجي إن بتاخد ديلي يبقى هتبقى ديلي نيومي. وبس كده يا صديقي الجميل، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تشاو توتي، ci vediamo alla prossima.